السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير خوتي. مرحبا بكم في فيديو جديده على القناه تاعكم مصطفى يوكي ليكيب. الموضوع تاع اليوم ان شاء الله راح نتكلموا على كيفاش تلقى كريه كي تلحق جديد لندن ولا في اي مكان هكذا ليكيب. قبل ما نبداو خوتي نخليكم على المنظر هذا الشباب هذايا ونبداو الفيديو تاعنا. اول حاجه اللي كديروها راه مطاول لكم الفيزا وراك شريت البي خويا العزيز وراك طلعت ولحقت الى مطار لندن. قبل ما نبداو في الخطوه هذه ولا قبل ما نتكلموا على هذه النقطه، الحاجه الاولى لازم تكري اوستل من البلاد. معناتها لازم تشوف اوستل يكون رخيص وتخلصوا صح في البلاد. اون كيسقسيوك في المطار تاع لندن ولا يقولوا لك وينك راح تجبد لهم اوتوماتيكمون هذيك ريزيرفاسيون تاعك. دونك تقولوا لي مصطفى نقدروا نديروا اوتيل خير ولا اوستيل خير؟ لي زوتيل ما ننصحش بهم على خاطرش غاليين بزاف هنا في لندن. تسمى من الاحسن الانسان كي يجي جديد يكري اوستيل خير، مرقد ولا كما يسميوه دار الشباب. تسمى الغرفه هذيك راح يكونوا فيها تقريبا 6 حتى 8 عباد. ديباني فيها ما بيدمان. دونك تسقسيوني تقولوا لي مصطفى شحال نديروا لا دات تاع الهوستل؟ معناتها شحال نكريو؟ اسكو نقدروا نكريو يومين برك ولا اسكو لازم نكريو على حساب البي تاع الطياره؟ معناتها البي تاع الطياره فيه الي روتور و7 ايام، لازم نكريو 7 ايام. دوك نفهمكم في النقطه هذه خوتي. كاينين خوتي ناس كراو يومين برك وكيسقساوهم في المطار تاع لندن قالوا له معناتها الايامات الاخرين ولاك راح تريح؟ قال لهم راني حنبدل البلاصه، معناتها نريح يومين في لندن، يومين في برمنغهام، يومين في مانشستر. قال لهم معناتها البلانينغ تاعي او خطه السفر راني مقسمها، تما هكاك تجوز عادي. واما باش تيفيتي هذو كامل هذو الاسئله، من الاحسن خويا العزيز ريزيرفي على حساب تاريخ البي تاعك الي روتور في سمانه، ريزيرفي سمانه ماش حطيها لك غاليه بزاف، ومنها تتفادى الاسئله وتريقل امورك في المطار، تخرج ديريكت ما تطولش تما. يعني هذه هي. نقولوا راك كريت الاوستيل تاعك وسي بون ولحقت المطار لندن. كيفاش تولي دير باش تشوف الخدمه صح؟ دوك هنايا الحاجه الاولى اخويا العزيز تدخل الهوستيل تاعك هذاك، راك حطيت باجاجك ومن هنايا. هذه تكلمت عليها فيديوهات اللي من قبل ولكن ما ديطايتش عليها مليح. سي خويا العزيز هذاك الهوستيل قبل ما تكريه سي شوف المكان تاعو، معناتها اللوكاليزاسيون تاعو، اسكو الوسائل النقل قراب ليه كيما محطة الترام او محطة الاوفر جراوند هذيك تاع المترو ولا محطات الباص، يكونوا قريب على هذاك الهوستل. علاش؟ رايحين يساعدوك باش تتنقل معناتها بسهوله، حاجه الاولى. حاجه الثانيه رايحين يوفروا لك الوقت، لانه لو كان تكري هوستل بعيد راح تطول تمشي باش تلحق الوسائل النقل. والحاجه واحده اخرى في هذوك الاماكن وين كاين الاماكن النقل راح تلقى ثم كما يقولوا الموفمون تاع الكرا، معناتها راهم حيكونوا كاينين ثم شويه ديور وشويه معناتها تقسي ناس ثم يكون كاين الموفمون. معناتها هذه هي. واش راح دير خويا العزيز؟ عندك النهار الاول تروبوزي في الهوستل تاعك كما درت انا، تروبوزي في الهوستل تاعك. موراها تقدر تكونتاكتي كما يقولوا تكونتاكتي ناس اللي قدم. كاين اماكن مثلا كيما واش يسميوه فانسبيري بارك، كاين اماكن، كاين وود جرين، كاين اماكن هكا فيهم تاوعنا وفيهم الجاليه المسلمه والجاليه العربيه كاينه ثم متواجده بكثره. تقدر تسقسيهم خويا العزيز، قال راني لحقت جديد وراني مخصوص كريه او مخصوص عمل، الا تقدروا تشوفوا لنا. كاين ناس جماعه الخير شافوا ماشي الواحد وماشي زوج وخدموهم وشافوا لهم كريه وعادي. كما قادر تتلاقى بانسان يكون يحوس هو ثانيك على شومبرا وتكريو كيف وتتقاسموها. هذه الخطوه الاولى، انه تروح تقسي ناس شويه قدم ولا اللي عندهم الكونتاكت مع الناس اللي يكريو ولا، وتقدر تشوف او ميم طون انت راك ضامن المبيت تاعك. معناتها ماكش راح تبات برا ولا راح تتمرمد. معناتها الاوستيل تاعك ما زالت فيه تقريبا 6 ايام او نقولوا سمانه
هذو الاجراءات لازم ديرهم خويا العزيز كي تلحق جديد، معناتها ما تطولش في الهوستل هذاك، ماشي حتى يبقاو لك يومين ومنه من بعد تخرج تحوس على الكيره. هذه اللي نحكي بالنسبه للناس اللي حابه تستقر في لندن، باسكو كاين اللي يقول لك نجي نقعد نزور يامات ومن بعد نخرج من لندن نطلع لبرمنغهام ولا نروح لمانشستر ولا نروح نيوكاسل ولا كامبريدج الى غير ذلك. تما انا حاب اني نلحق الميساج للناس اللي حابه تستقر في لندن. هي اي مكان خوتي ماشي غير لندن، اي مكان تروحوا ليه تلقاو الجاليه تاعنا. لازم الانسان برك لازم يدير شويه الكونتاكت مليح خوتي، من باب الخير ومن باب انه الناس توري لك، ماشي ما انت رايك رايح ترفدك ولا رايح دير فيك خير ولا تاع يوريو لك برك. بالكم سامعين بواحد جارهم راهو يكري، بالك او سامع بانسان ثاني حاب يكري لصقك معاه وديروا هذه في هذه وطيح لك النص، تسقم لك النص وتدخر المبلغ هذاك الزايد. هذه هي تما واش حبيت نحكي، انه هذه الخطوه الاولى باش تلقى كريه صح. نروحوا للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه خوتي هي تكون تمشي بالنسبه للناس اللي يعرفوا شويه انجليزيه، تكون تمشي ومن بعد تتلاقى بواحد لي زانونس ولا واحد لي زيتيكات معلقينهم في الفيترينات في الحوانت في المحلات، يعني دايرين فيهم اللوكاليزيشن، معناتها دايرين فيهم العنوان تاع المنزل اللي راهم يكريو فيه ولا تاع المقر هذاك المتواجد. معناتها تا واش دير تقرا واش كاين العنوان وتقرا اسكو يساعدك ولا ما يساعدكش، خاصه الا كنت بديت تخدم. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه راح تلقى شحال السومه، معناتها ماشي حتى تعيط له باش تلقى شحال السومه، معناتها ثم يكتب لك شحال البري تاعها. الحاجه الثانيه يكتب لك نوع الغرفه، الا كانت سينجل روم، الا كانت غرفه فرديه ولا كان ستوديو ولا المهم تما نتايا تشوف واش يساعدك ولا واش راك راح تحوس. دونك تقول لي كيفاش نكونتاكتيه. كيفاش تكونتاكتيه؟ يا اما يكتب لك هذاك النمرو تاع الواتساب، يا اما يكتب لك بلي هذاك النمرو وخلاص. تما على ذلك تاع الواتساب تقدر تبعث له ميساج، خاصه الا كنت ناقص شويه في الانجليزيه، وإلا كاتب نمروه برك هنا لازم تعيط له. كي لازم تعيط له، من احسن الانسان يكون مع واحد الا ما كانش يعرف الانجليزيه يكون مع واحد يتكلم شويه انجليزيه. علاش؟ باش باسكو ثم ما كاش كيفه، لازم تهضر معاه غير بالانجليزيه وهو يسقسيك بعض الاحيان يسقسيك يقول لك واش تخدم ولا يقول لك شحال عندك ملي جيت. هذه بكري ما كانش يسقسيوها، ولكن في الاونه الاخيره جماعه اللي راهم يكريو كاينين اللي يسقساو عطاهم الاسئله هذه. علاش؟ ولاو يخافوا ولاو لازم يعرفوا الانسان هذا اللي حيكريو له شكون. هذه هي خوتي. يتسمى قلت لكم كاينين زوج طرق. الطريقه الثالثه اللي ناقصه شويه، معناتها ماشي 444، انه تدخل لي جروب تاع فيسبوك رنت لوكين فور رنت، كتب الرنت هكا ان زعما لندن ولا رنت ان بلاصه الاريا اللي تكون فيها، كتبها في فيسبوك يخرجوا لك لي جروب. هذه الحاجه شابه، عندهم لي جروب بزاف، ما ماشي تاع الرنت. المهم دخل حوس على لي جروب تاع المنطقه اللي حاب تكري فيها، دخل فيها ودير لهم بوبليكاسيون باللي راني نحوس على نكريهم منا ولا علينا. هذه يا خوتي. دونك تقسيمي تقولوا لي على الاسعار خويا العزيز ولا اختي العزيزه تاع الغرفه نقولوا سينجل روم راهي لحقت حتى 850 بوندا في الشهر. نعم 850 شويه غاليه. مانيش نحكي على استوديو، هذه غرفه برك عندك الدوش تواليت وكوزينه بارطاجي، معناتها تشاريهم مع اللي يكونوا ساكنين معك في الدار هذيك. واستوديو يلحق حتى 1200 1300 هكذاك، يعني مينيموم. استوديو يكون فيه صالون شومبرا وعندك الدوش تاعك سيباري، عندك الكوزينه مبارطاجيه مع الغرف الاخرين الناس اللي كاريه معك. هذه هي خوتي. يتسمى هذا واش حبيت نقول لكم. حاجه واحده اخرى اللي كيف ثانيك دير في بالك باللي كي تجي تكري شومبرا ولا تتفاهم مع مول الدار، معناتها راك راح تخلصوا الدوبل. هذه اللي تكلمت عليها، بالك كاينين ما سمعوهاش ما مش عارفينها. راك راح تخلص الدوبل. دوك تقول لي كيفاش نخلص الدوبل؟ عندك نقولوا 800 الشهر الاول، هذه نقولوا كاري وحدك، ماش نقولوا واحد حيدخل معاك حيعاونك ولا يخلص معاك. هذه نقولوا كاري وحدك، من بعد دير حسابك راك راح تعطيه 800 تاع الشهر الاول، وراك راح تزيد تعطي له 800 تاع الديبوزيت يسميوها مصاريف الضرر ولا افونس ولا سميها كيما تحب. هذه تسمى شهرك الاول راك راح تعطي له المبلغين الدوبل، المبلغ تاع الكراء تاع الشهر هذاك والمبلغ تاع لافونس الديبوزيت. نهار اللي تكون خارج راح يعاود يرجع لك هذاك المبلغ الاول، معناتها تخليها له شغل غارونتي ضمانه، مانيش عارف فاش يسموها. المهم
هذه باش الناس دير حسابها. علاش توجور نقول لكم يا خوتي اللي يطلع جديد يسيي كيفاش يطلع معاه شويه دراهم زياده، خاصه كي يلحق هنا جديد وما يعرف حتى واحد، باش ما يتلقاش صعوبه كبيره ليكيب. هذه هي خوتي، وبالعقل ان شاء الله حتى تفرى ليكيب. الانسان يسعى، وكما يقولوا انسان ثاني ما يحشمش يصدم. سقسي الناس على الكرا، ادخل حوانت ام لوكين فور رانت ام لوكين فور جوب، ادخل حوس على خدمه، ما اسعى خوتي. وما راش نقولوا باللي راه تلحق تسيبها مشبحه وراك راح تعيش دائما فرحان ودائما الدراهم في جيبك، راك راح تطيح بك وتنوض بك، ومن ذاك تكره من ذاك حتى تيأس تقول واش داني نجي، وبالك كنت في البلاد خير، وبالك فهمت لي خوتي. تما عمرك نعطيكم نصيحه من قلب خويا خوتي، انا عشتها، عمرك ما دير ديسيزيون، عمرك ما تتخذ قرار كي تكون في ساعه غضب، ولا كي تكون في كما يقولوا في حاله ضعف. كي تكون في حاله ضعف شو خلاص ما ستوش دير وما ستش عليها وين، عمرك ما تاخذ قرار، لانه القرار هذاك راك رايح تندم عليه. معناتها دير ربي في قلبك واصبر هذيك اللحظه، كي تتكالما وتفرج وكما يقولوا تتيسع شويه، ثم تقدر تاخذ القرار تاعك باش ما تندمش عليه. هذه هي خوتي، لحقنا نهايه الفيديو خوتنا. الفيديو كانت خفيفه ظريفه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا ليكيب. كتبوا لنا في التعليقات خوتي كش حاجه نسيناها، كش حاجه كش موضوع تعرفوا بلي راه مهم نتكلموا عليه في الفيديوهات القادمه ان شاء الله خوتي. ربي يحفظكم كاع ان شاء الله. الفيزا في الجيب. كان معكم خوكم مصطفى ويعطيكم الصحه. ما تنساوش خوتي، يو اصبر دقيقه، ديرتو جيم، بارطاجي، كوموتي، يا ودي نخلطوها خوتي. خوكم مصطفى توجور معكم متواصل ومستمر، ولكن بالدعم والتحفيز تاعكم خوتي. كومونتير شباب، بارطاجي مع اصحابك خليهم يستفادوا، وربي يحفظكم. وان شاء الله كل يوم توليو معنا في البلاصه هذه. والسلام عليكم خوتي.